كان في راجل الناس كلها كانت بتحلف بأخلاقه، يقولك ده راجل طيب، وشه سمح وبيصلي في الجامع وعمره ما أذى حد. بس محدش كان يعرف إن جواه شيطان نايم، شيطان صاحي بيضحك في وشك وهو بيخطط يدفنك تحت البلاط. اسمه قذافي، وكان عايش في حي شعبي في الجيزة، عايش عيشة عادية وسط الناس، لا غريب ولا مريب. لكن الحقيقة كانت أغرب من أي كابوس ممكن تحلمه. البداية كانت لما صاحبه اختفى فجأة. كان اسمه رضا، شاب بسيط شريك ليه في شغل محل أدوات كهربائية. فجأة رضا اختفى ومراته راحت تدور عليه، تسأل قذافي شفته؟ قال لها ده سافر بره مصر، راح يشتغل. الناس صدقته لأنها كانت بتثق فيه. ومرت الأيام، لكن اللي محدش يعرفه إن قذافي قتل صاحبه بدم بارد، ضربه على دماغه وهو بيضحك معاه ودفنه في أوضة مقفولة، حط عليه بلاط وعاش حياته عادي، يفتح المحل، يضحك مع الناس، يصلي في الجامع، ولا كأن في جثة بتتعفن تحته. الموضوع ما وقفش هنا، جواه حاجة كانت بتكبر، حاجة بتحب الدم، بتحب السيطرة. قرر يقتل مراته، أيوة مراته، البنت اللي كانت بتحبه من قلبها. قتلها لما بدأت تشك فيه وتراقبه وتفهم إنه مش بريء زي ما بيبان. ضربها وخنقها، ولما ماتت لفها في ملايات وحطها في ديب فريزر، وفضلت الجثة متخزنة بالشهور. ولما حس إنه ممكن حد يكتشفها، خدها ودفنها في شقة تانية كان مأجرها، وكمل حياته من غير ما يرمش له جفن. المصيبة الأكبر إنه موقفش. أيوة، بعد ما قتل صاحبه ومراته، راح قتل أخت مراته عشان كانت بتدور وراها وكانت هتفضحه. قتلها هي كمان ودفنها. وبعدين قتل ست تانية كانت شغالة في المحل برضو عشان شكت فيه. 4 جثث، 4 أرواح، وكلهم مدفونين في أماكن مختلفة، والراجل لسه عايش حياته كأن مفيش حاجة حصلت. بس الغلط الوحيد اللي عمله إنه اتجوز واحدة جديدة، والست دي كانت أذكى من الباقيين. بدأت تسأل انت كنت متجوز قبل كده؟ ومراتك راحت فين؟ فين المحل التاني؟ صاحبك فين؟ بدأت تركب الحكايات، وأول ما شكت فيه راحت للشرطة، وبدأوا يحققوا وراحوا يدوروا ورا اسمه الحقيقي. لقوا إن عنده هويات مزورة وأكتر من جواز سفر وعقود مزورة، وناس ميتة باسمهم لسه عايشين على الورق. لما راحوا الشقة اللي مأجراها وبدأوا يحفروا، لقوا البلاط بيرن، كسروا البلاط، طلعوا الجثث واحدة ورا التانية. وكانت الصدمة، التحقيقات كشفت كل حاجة. قذافي كان قاتل محترف، عنده قدرة يخدع الكل، حتى أهله، حتى نفسه. بيضحك ويهزر وهو لسه شايل جريمة في صدره. اتقبض عليه والناس كلها اتصدمت. الجيران مش مصدقين، يقولك ازاي ده كان بيصلي معانا وكان طيب. بس هو في الحقيقة كان بيمثل الدور، وكان مستمتع بدور البريء. وفي تحقيقات النيابة اعترف بكل حاجة بكل برود، كأنه بيحكي فيلم شافه. قال لهم قتلتهم وكنت ناوي أقتل كمان، بس الحظ خاني. لما سألوه ندمان، ضحك، قال اللي حصل حصل. اتحكم عليه بالإعدام 4 مرات، وكل مرة كان وشه ثابت، لا خوف لا ندم، كأنه مستني حكمه من زمان. بس السؤال اللي لسه مالوش إجابة، إزاي عاش وسط الناس كل السنين دي من غير ما حد يشك؟ إزاي كان بيضحك وهو شايل دم صاحبه على إيده؟ وإزاي نام على صوت صرخات مراته وهي بتموت؟ دي مش قصة خيال، دي حصلت بجد في قلب مصر. ويمكن السفاح اللي جارك دلوقتي لسه ما انكشفش. بس الغريب في قصة قذافي مش الجرايم اللي عملها بس، الغريب هو البرود اللي كان بيحكي بيه. تحسه بيتكلم عن مشوار رايح يشتري فيه عيش، مش عن 4 أرواح طيرهم من غير رمشة عين. المحقق سأله كنت بتفكر في إيه وإنت بتقتلهم؟ قال له بمنتهى البساطة ولا حاجة، كنت بخلص عشان أرتاح. الناس اللي شافته في المحكمة حلفت إن عينيه كانت فاضية، ما فيهاش لمعة بني آدم، كأنها عينين حاجة تانية مش بشر. والأغرب كمان إنه كان بيعيش كذا حياة في نفس الوقت. في الجيزة اسمه قذافي، في اسكندرية اسمه فادي، في أكتوبر اسمه رامي، وفي كل مكان ليه شغل، ليه علاقات، ليه أصحاب. كل حاجة مزورة، شهاداته، جوازاته، البطايق، حتى المقابر اللي دفن فيها ضحاياه كانت باسم ناس ماتت من زمان.
الراجل كان شبكة ماشية على رجلين، شبكة كذب وخداع ورعب. وفي مرة بعد ما اتحبس جاله محامي شاطر حاول يلاقي أي ثغرة قانونية تخفف الحكم، لكن الراجل بنفسه قذافي رفض. قال له أنا استاهل اللي جاي لي، بس ما تقلش عليهم ضحايا، كل واحد فيهم كان ليه سبب. وبدأ يحكي عن كل واحد كأنه بيفسر للناس إن اللي عمله كان نوع من العدالة بعد ما دمرهم وخطف أرواحهم. وكان في جزء صغير في كلامه يخوفك أكتر من الجرايم نفسها، هو مؤمن إنه ما عملش حاجة غلط. والمصيبة الأكبر إن وقت ما اكتشفوا جرايمه الشرطة بدأت تدور في باقي الأماكن اللي عاش فيها، لقوا شقق تانية فاضية فيها ريحة غريبة، فيها آثار تراب متحرك، والناس بلغوا عن أصوات غريبة كانوا بيسمعوها بالليل. حد شافه شايل شنطة تقيلة نازلة منها نقطة سودة، وحد تاني شافه بيكسر بلاط بعد نص الليل. هل في ضحايا تانيين؟ محدش يعرف ومفيش حاجة مؤكدة، لكن أغلب الظن إن الأربع اللي لقوهم مش آخر القصة. واحد من الضباط قال كلمة محدش نسيها: لو ما كناش قبضنا عليه كان زمانه فاتح شركة دفن أحياء مش محل أدوات كهربائية. وبعد ما اتحكم عليه بالإعدام اتحجز في زنزان انفرادي ممنوع يتكلم مع حد، لكن المأمور قال مرة إنه سمعه بيكلم نفسه بيهمس بأسماء مش معروفة وبيقول كلهم راجعين هييجوا يزوروني. من وقتها كل يومين 3 بيغيروا ضابط الحراسة، لأن أي حد يقرب من الزنزانة دي بيطلب نقل أو إجازة مرضية. واحد منهم قال إنه شافه قاعد مبتسم بيتكلم لوحده وبيقول محدش هيصدقك زيهم. وفي لقطات نادرة من جلسات المحاكمة شافوا ضحكة غريبة على وشه، ضحكة ما فيهاش ندم، ضحكة اللي فاكر نفسه انتصر رغم انه مربوط ومحبوس ومستني حبل المشنقة. والناس اللي اتفرجت على الفيديوهات دي قالت انهم حلموا بيه بعد كده، جاي في كوابيسهم بيقول لهم مش انا الوحيد، في غيري كتير وسطكم. اللي حصل مع قذافي كشف حاجة مخيفة، إن في ناس حوالينا عايشين حياة مزدوجة لابسين وش البراءة وهم في الحقيقة شياطين في صورة بشر. وممكن يكون واحد منهم بيعدي جنبك كل يوم بيضحك لك وهو جواه نية تخوف الشيطان نفسه. الحكاية لسه ما خلصتش والناس لحد النهاردة بتسأل قذافي دفن كام واحد تاني؟ فين بقية الجثث؟ هل فعلا كان بيشتغل لوحده ولا كان في حد بيساعده وسابوه يلبسها لوحده؟ الأسئلة دي ملهاش إجابة، واللي عارفينها يا إما ماتوا يا إما ساكتين. ولو تفتكر إن دي كانت أبشع جريمة، استنى، لأن في جريمة تانية حصلت في التجمع، بطلها شاب شكله ملاك لكنه كان بيسحب البنات لآخر دور ويخليهم يصرخوا من غير ما حد يسمع. لو حابب تعرف قصته قولي وأنا هفتح لك باب جديد من أبواب الرعب الحقيقي، مش خيال مش فيلم، ده الواقع.